شيلان البلو، الناطقة باسم الوقف المرأة الحرة في سوريا. طبعا وقف المرأة الحرة تأسس ب 2014 تحت شعار المرأة الحرة أساس المجتمع الحر. طبعا من أهداف تأسيس مؤسستنا تمكين المرأة اقتصاديا وفكريا، طبعا بالإضافة لتلبية احتياجات الطفل والمرأة كمان من كافة النواحي. طبعا يتم تنظيم الوقف عن طريق اللجان. طبعا ببداية تأسيس الوقف أول لجنة تفعلت واللي هي لجنة الصحة. طبعا لجنة الصحة أهدافها تثقيف المجتمع من الناحية الصحية، افتتاح مراكز صحية لدعم المرأة والطفل، طبعا بمساعدة المنظمات والمؤسسات الدولية. طبعا لجنة الصحة بتشتغل على 3 أقسام كمان. القسم الأول اللي هو محاضرات ومجال تثقيفي، طبعا بيعطوا محاضرات صحية بكل شهر برنامجهم في عنوان محاضرة شكل بيعطوا حسب حاجة المجتمع، حسب حاجة المنطقة للتوعية. طبعا بالإضافة بهالقسم هذا لحملات توعية. طبعا كل سنة بيتحدد 3 تقريبا حملات تنعطى بالسنة. كان لنا حملة الولادات الطبيعية والقيصرية وأهدافها وأخطارها، طبعا سرطان الثدي، كان حملة كمان عن الديدان، عن النظافة. طبعا كثير حملات قامت فيها وقف المرأة الحرة، طبعا بمساعدة يعني الهلال الأحمر، يعني منظمة سارة. بالنسبة للقسم الثاني واللي هو قسم دورات التمريض، طبعا دورات التمريض تنعطى عن طريق أعضاء الوقف هون، منهم قابلات منهم ممرضين. بيعطوا الدورات تمريض لمدة شهر 45 يوم، يعني فينا نقول إسعافات أولية، و3 شهور لدورة تمريض بيدخلوا بالشهر الأخير استعجاب بالمشفى. طبعا القسم الثالث واللي هو قسم المراكز الصحية. المراكز الصحية بأول مستوصف صحي انفتح عنه هو ب 2015 بمدينة رأس العين. طبعا كان في إقبال كثير كبير عليه، لهيك صار عندنا دافع إنه نفتح مراكز ثانية. فب 2016 كمان فتحنا مركز صحي بالقامشلي، وبمدينة ديرك بس بضيعة اسمها تركي كمان فتح موضوع مستوصف هونيك. طبعا في عندنا كمان بالإضافة للمراكز الصحية بعيدة عن المواد الكيميائية والأدوية مركز أعشاب الطبية بالدربيسية. طبعا بجانب العلاج بالطب الطبيعي والأعشاب والزيوت في علاج فيزيائي. طبعا العلاج الفيزيائي عن طريق كمان الأعشاب الطبية بيعالجوا الأطفال. طبعا أكثر شيء الحالات اللي تجي بالمركز هنيك من ناحية الأطفال، والحمد لله يعني في إقبال كثير كبير هنيك، وحتى في بالنسبة للعلاج يعني في كثير إقبال، ويعني نسبة العلاج من شهر فيك تقولي إلى شهر في يعني نتيجة للأطفال اللي عم تتعالج هنيك. بالنسبة للدعم النفسي القسم الأخير هو دعم نفسي. طبعا الدعم النفسي بيصير أكثر شيء بالمخيمات، محاضرات نفسية بتنعطى، جلسات نفسية بتنعطى بمخيم الهول، مخيم روج، وقبل كمان بمخيم نيروز كمان بديركة. طبعا هي بالنسبة قسم الصحة. بس الأدوية وكيف تغذية الأدوية للمستوصفات طبعا بيكون مساعدة من هيئة الصحة. طبعا قد ما اجتنا مساعدات من شان ناحية الأدوية، بس نحن بالنسبة لإمكانات المركز إمكانياتنا كثير محدودة. فمن فترة كمان عملنا بيان من شان موضوع الأدوية. كان هدفنا من هالبيان هذا طبعا باعتبار بعد الأزمة اللي مرت علينا بجائحة كورونا والغلاء الأسعار وارتفاع الدولار، طبعا ارتفع أسعار الأدوية كمان، ارتفاع أسعار المعاينات كمان عند الأطباء بالعيادات الخاصة. فعنا نحن مشكلة إنه تأمين الأدوية لهالمراكز هذه، فناشدنا المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية الموجودة بالبلد لتأمين الأدوية اللازمة للمستوصفات. طبعا اللجنة الثانية عندنا بالمركز هي لجنة التربية والتعليم. لجنة التربية والتعليم كمان على أقسام، منها الروضات.
طبعا في عندنا نحن 7 روضات حاليا، 4 بالقامشلي و2 بمعبد 3 بمعبد أوديرك. طبعا بيتم تعليم الأطفال من الناحية التعليمية، من الناحية الترفيهية، بيقوموا بمعارض للأطفال كمان بالأعمال اليدوية. بكافة النواحي بيتم تعليم الأطفال بالروضات. طبعا بالإضافة لدار للأيتام كاسكاسورا آلان بكوباني. طبعا بعد تحرير كوباني كان في عدد كتير أطفال من مثل ما بيقولوا بكس أيتام يعني. طبعا ضمينا هالأطفال هذه لأكاديمية كوباني ويتم تدريبهم طبعا من الناحية العملية، من الناحية الفكرية، من ناحية التعليم والتربية والتعليم. هي كلياتها كمان حتى بتنظيم برنامج الغذاء تبعهم كمان بالأكاديمية عم بيصير هنيك. بالإضافة لحضانة كمان ضمن المركز بكوباني، حضانة للأطفال من العوائل الشهداء ومنهم كمان للعالم للمدنيين الموجودين بالمنطقة. طبعا بضمن مكتب الوقف كمان بكوباني كمان في مركز كمان يمشي كل اللجان اللي موجوده عندنا هون بالمركز. طبعا لجنه المشاريع عندنا هون هي اساس بالمركز، هي بتقدم المشاريع لورا او للمنظمات، وعلى اساسها ينقبل المشروع يتم تنفيذه وبعدين يتسلم للقسم المختص فيه. اذا كان مشروع للصحه بعد انتهائه بيسلموه لمكتب الصحه، واذا كان التربيه بكم خاص بالتربيه والتعليم كمان بيتسلم لمكتب التربيه والتعليم، وهن بيبلش طبعا نظام عملهم فيه وخطط العمل المرسومه لنا. طبعا بالنسبه للجنه المشاريع كمان في مشاريع خاصه طبعا مباشره مكتب المشاريع هو اللي مسؤول عنها، مثل مشغل الخياطه. مشغل الخياطه بمركز الوقف هون بيدير من ناحيه تدريب النساء على دورات الخياطه، وبنفس الوقت كمان بيشتغل من ناحيه تصنيع الالبسه وكمان بيتم بيعها. طبعا مشاغل الخياطه في مشغل بمخيم الهول كمان وبدير كمان. طبعا بالاضافه لصاله الرياضه كمان موجوده بالمركز هون، بدهم يعني 3 جولات بالنهار بدوام بيكون. كمان هن بيتم تنظيمهم كمان عن طريق اعطاء محاضرات للتغذيه او التمارين الرياضيه. هي كلها تبعا هون بمركز الوقف. كان اسم وقف المرأة الحرة في روج آفا في بداية تأسيس الوقف. بعد ما توسعت مشاريعنا تم تغيير اسم وقف المرأة الحرة من روج آفا إلى وقف المرأة الحرة في سوريا. طبعا بعد تغيير الاسم تم افتتاح مكتبين، بمكتب الرقة ومكتب طبقة كمان، طبعا لتوسيع مكاتب الوقف بكل أنحاء سوريا. طبعا كل الأقسام اللي بنشتغل فيها بمركز الوقف هون بكل مراكزنا ومكاتبنا بكل المناطق بتشتغل على نفس الأساس. طبعا بالنسبة لمستوصف راس العين، طبعا بعد الأحداث اللي صارت براس العين وتم استهداف المناطق والمراكز الصحية بالمنطقة، تم فتح مستوصف بمدينة الحسكة لمساعدة النازحين من رأس العين من الناحية الصحية ومن تأمين الدواء. طبعا بأحداث رأس العين كمان تم تسيير يعني عيادة متنقلة بالتعاون مع الهلال الأحمر الكردي لدخول مراكز الإيواء ومعالجة الأطفال والنساء وبكافة الأعمار طبعا من الناحية الصحية وتأمين الدواء اللازم لهم. طبعا بالنسبة للمشاريع اللي حاليا هي قيد التنفيذ، عندنا مشروع عيادة متنقلة كمان بعد فترة راح تدخل مدينة الحسكة لتغطي المناطق البعيدة عن البلد يعني بالأرياف. وبعيادة متنقلة ثانية راح قيد التنفيذ حاليا كمان بمنطقة ديرك
طبعا رح يكون تركيزنا على الأرياف لأنه بعيدة عن المنطقة، نغطي المناطق الموجودة اللي طبعا بعيدة عن البلد. وبالنسبة لمشروع قناة السويس طبعا كمان هو مستوصف كبير، رح يكون في كافة الاختصاصات، طبعا بالإضافة لمخبر وأشعة وصيدلية كمان بضمن المشروع.